وهو مين قال الحرب العالميه الثالثه ما بين قوى عظمى؟ انا دي من ضمن ادوات اي حرب عظمى، او الحرب العالميه الاولى نجم عنها عالم جديد، الحرب العالميه الثانيه عالم جديد، الحرب العالميه الثالثه اهي ودي نهايتها اللي هو الشق العسكري بتاعها، نجم عنه عالم جديد واعلن النهارده يا جماعه. يعني في الخفاء روسيا والصين متفقين مع روسيا امريكا على والصين التقسيم، امال ايه؟ واوروبا عندها خلفيه الحكايه دي. اوروبا النهارده كل بيقول لك في اوروبا ان امريكا تخلت عننا، امريكا 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 امريكا. مستقبل حلف الناتو هيبقى ايه؟ اشك ان يبقى في حلف ناتو، وخصوصا ان الولايات المتحده الامريكيه شبه هتسحب نفسها منه وانجلترا، يعني انا بعتبر الامبراطوريه البريطانيه هتظل الامبراطوريه البريطانيه. هل تتوقع أن مجلس السلام العالمي ممكن يكون بديل للناتو أو للأمم المتحدة؟ دي اول اعمال المجلس السلام العالمي. اللي بيحصل دلوقتي طبعا والتقسيم. طبعا طبعا. بس روسيا والصين والدول العظمى مش في مجلس السلام العالمي. عادي، ما هو دي حاجه، واللي بيحصل اتفاقيات الكبار دي حاجه تانية خالص. دول كبار بيتفقوا مع بعض وبيقسموا التورتايه مع بعض او الكيكايه مع بعض ويقسموها. طب الثروات بتاعت الخليج هتبقى لمين؟ للي بيديرها. مش لاهل الخليج. ما تدخلنيش بقى في اهل الخليج او حكام او لا لا، ما خلاص. انا خليني في بلدي. انا خليني في بلدي. تقاطع مصالح. طيب احنا عندنا الشعب فعلا معظمه مع ايران، وبيقول اللهم انصر ايران، لان طبعا عدونا هو اسرائيل، واسرائيل مع امريكا، فاحنا بالتالي يعني احنا ضد الشيعة وضد لكن احنا متعاطفين مع ايران كدولة اسلامية ضد هؤلاء. فيعني بس في بعض الاصوات بتنادي بان احنا نبقى مع اسرائيل. دي اصوات خبيثة. لا، من وجهة نظر انا خبيثة ده لفظ مهذب جدا. لا، من وجهة نظر انا اسرائيلية. لا 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 يا باشا، مصر يا مصر، ومصر ستظل مصر، والجيش المصري هيظل الجيش المصري، وهو اللي هيبقى عظمه في زور اي حد داخل المنطقه. يا رب يا رب. احنا توعدنا بلقاء تاني، يعني بعد مرور جزء من الحرب يبقى في تطورات جديده ان شاء الله. ان شاء الله. اخر سؤال اتفضل. اللي انا نفسي اساله، كم طياره وقعت في الكويت؟ هما بيقولوا 3، بس كل ده كلام هيظهر حقيقته بعد انتهاء العمليات. فعلا من الدفاعات الجويه الكويتيه؟ هما اللي بيقولوا كده. ما هو احنا لازم هما بيقولوا حاجه. انا ممكن ان انا اطلع الخسائر اللي عندي باسلوب ما يتقالش ان اللي قدامي هو اللي عمل فيا كده. اصل نيران صديقه دي بتتقال على حاجات كتيره قوي، واحنا بتوع الجيش يعني. بس نيران صديقه دي يعني واسعه قوي. بس من الفيديوهات اللي موجوده في طياره بتنزل من غير ما يكون فيها نار، ده نازله هبطه كده وقعت على الارض. الطياره عملت اوف ونزلت. نيران صديقه ايه؟ مفيش صاروخ ضربها. لا تعليق، نو كومنت. لا تعليق. سمعتوا معانا جزء صغير من الصورة الكاملة. لو عايز تكمل اعمل متابعة.